ايه ده كروان؟ ايه ده قطتي؟ انت طلعت؟ طلعت طلعت امتى؟ طلعت من قيمة اسبوع. انا سألت عليك اهلك يا كروان وهم مرضوش يعرفوني طريقك. لا انت ما سألتش علي. لا انا سألت عليك. لا والله ما سألت، وكلمتك ما رضيتيش تردي عليا اصلا. خلاص يا كروان ما تعيطش، هو كل شيء اسمه ونصيب، ما تزعلش. ازاي سبتيني وانا قاري معاكي فاتحة اصلا؟ معلش يا كروان الدنيا كانت عايزة كده، انا عايزة فكرتك مش كده؟ هتطلع تاني. يعني انا اقرا معاكي فاتحة وتسيبيني ازاي يعني؟ معلش يا كروان ده كانت قراية فاتحة ما كانتش جواز، كل شيء قراية اسمه ونصيب. فاتحة وازاي تسيبيني يعني؟ ايه؟ ازاي تسيبيني؟ الدنيا بقى مش رايدة يا كروان، هنعمل ايه؟ التانية يعني انت كنت واخداني بتتسلي بيا مثلا مركيح انا، ولا ولا عشان اتحبست كام شهر خلاص؟ واخداك عشان فلوسك يا كروان. ربنا ما بيسيبش، وحس الله ونعم الوكيل فيكي. ربنا ونعم الوكيل فيك انت. ان شاء الله مش هتشوفي يوم عيتل في حياتك يا بنتي. ان شاء الله انت اللي مش هتشوف يوم عدل في حياتك اصلا، انا كنت والله لحياتك لا. محدش كان يصدق ان انت تعرفني اصلا. والله هو فعلا دي حقيقة، ما حدش يصدق ان انا كنت اعرفك، بعترف بيها. بس انا حبيتك وحبيتك اكتر من اي حد، رغم ان امي كانت رفضاكي وابويا وقفت قصادهم. ولما جيت خطبتك الساعه 12 بالليل ما كانتش عاوزاني اروح اصلا امي، وكانت عامله في وشك حبيبتك، بس هي ما كانتش بتحبك اصلا. واحنا اصلا ما كناش طايقينكوا اصلا، انا كنت عايزينك، انا قلت لك ان احنا كنا عايزينك عشان فلوسك. ما انا عارف ان امك حس الله ونعم الوكيل فيها ما كانتش طايقاني اصلا.